السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتوا شايفين كده، هنتكلم عن الساري الهندي، ازاي ناخد مقاساته، وهتجيبي قد ايه بكنار او بكنارين، وايه اللي هيوفر معاكي. دلوقتي انا عندي الملاية اهي، قستها طبعا 1.60 متر. القرصة بتاعت الملاية، و40 من جنب الحيطة، و40 من الناحية التانية، يعني 40 من الناحية اليمين و40 من الناحية الشمال. فطبعا ال40 سنتي دولت أنا بقيسهم. أنا كده هعمل الساري الهندي من غير كرانيش، يا دوبك هشده على الملاية بنفس المقاس، 240 سنتي. فطبعا عشان أنا مش قصة الكورنيش، فمعلمة بقلم أو بماركة أو أي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. فباخد المقاسات متساوية. عندي الساري الهندي انا جايباه معاكو كده، جايبة 3 متر، اللي هو بكنارين. ليه بكنارين؟ على اساس طبعا احنا عارفين ان في اي مشروع لازم نوفر فك، اللي هو الكنارين دوت هيعمل لي طقمين ملايات او طقم اطفال. فطبعا طقمين ملايات كبير، انا جايبة 3 متر. فطبعا احنا عارفين الملاية 240 العرض بتاعها. فانا كده جايبة 3 متر، فهاخد 240 للملاية، وال60 سنتي او ال55 سنتي هاخدهم للخداديات. طبعا دول كنارين 2، والملاية التانية هنعملها طبعا ايه، للكنار التاني هنعمله لملاية تانية او لطقم تاني. وممكن الكنارين دولت هنعملهم لطقم اطفال، هيكفينا بدل ما نجيب السعر اللي هو ابو كنار واحد. آه بدل ما احنا مثلا هنجيب 3 متر، لا هنجيب 6 متر. فطبعا ده كده بيوفر. فناخد المقاسات ازاي؟ دلوقتي انا بحط الكنارين على بعض، او هقيس لكم كده، هما 3 متر و10 سنتي، 260، 240 للملاية الأولانية و240 للملاية التانية. هنعمل ايه؟ بنضم الكنارين على بعض عشان ال- الساري او التل اللي فيه ده ما يوربش مني. بعمل ايه؟ بثبت بالدبابيس بالطريقة دي اهو. طبعا انا نسيت اقول لكم ان العرض بتاعه 140 سنتي، 70 في الكنار ده و70 في الكنار ده. طبعا انا عايزة قد ايه؟ عايزة، فاحنا قلنا الكنارين، الكنار منهم 70 سنتي من الناحية دي و70 سنتي من الناحية دي، يبقى الساري عرضه كله على بعضه 140 سنتي. طب انا عايزة 70 سنتي كلهم؟ لا، انا هعوز 50 سنتي بس. يبقى هاخد الكنار من الناحية دي 50 سنتي، والكنار من الناحية دي 50 سنتي. يبقى انا كده خدت متر في الكنارين. يبقى معايا قد ايه؟ 40 سنتي. طبعا ممكن اعملهم للخداديات، ممكن اعملهم كرانيش زي ما انت ما تحبي. والنص متر اللي هو باقي من ال3 متر باخده للخداديتين. جزء من الكنار اللي باقي الناحية دي نص متر الخدادية، والجزء التاني الخدادية. طب انا لما اعمل طقمين هعمل ايه؟ الكنار التاني هاخد معايا الطول اللي هو 50 سنتي دوت اللي طلع، هعمله للخداديتين مع الكنار التاني. يبقى انا كده كنار مع النص متر اللي انا واخداه من الكنار للخداديتين، والكنار الاولاني للملاية، الكنار التاني للملاية مع الطول اللي هو طالع 40 سنتي دوت. هوصله واعمله ال40 سنتي اللي طلعوا الوردة اللي احنا شايفينها دي. بعد ما خدت ال50 من الكنار الناحية دي و50 من الكنار الناحية دي، ال40 سنتي دول هوصل منهم، او هعمل 40 سنتي، مش ضروري اعمل الخدادية كلها، هتبقى طبقة بس من النص، نص الخدادية. وكده يبقى طقمين الساري هما كده اتعملوا. بصوا بقى عشان نظبط مع بعض ونقص من غير ما يورب معانا حاجة. طبعا انا ثبت الكنارين في بعض بالدبابيس، وبعد كده لقيت الوردتين على بعض، فبقى سهل بالنسبة لي ان انا اقص على حرف الوردة اللي هي ظاهرة دي. فطبعا انا فردة على ترابيزة وظبطاهم بالدبابيس، فكده الشغل يطلع معايا مظبوط. بالنسبة للقص، شايفين المقص قاصص لغاية فين
كده طالع معايا مظبوط جدا. بس كده. الطبقة اللي انا قلتلكوا عليها اللي هي الوردتين دول اللي هما 40 سنتي اللي باقيين من 1.40 متر اللي هو عرض الساري. وبكده عرفنا ان ال3 متر من الساري الهندي اللي هو كنارين بيعمل طقمين ملاية كبير او طقم اطفال بالاتنين الملايتين والاتنين خدادية والاتنين اكياس مخدات. شايفين الدبوس لما دبست بيه الكنارين اتظبط معايا ازاي؟ بكده بناخد ب2.5 متر للملاية والنص متر او 60 سنتي للخدادية. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. وكده عرفنا ان احنا ناخد قد ايه من السر الهندي. طبعا ده لون اسمر في ذهبي فبيليق على اي لون قماش سادة طبعا بالنسبة للملايات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكده هناخد 2.5 والنص متر ايه